لو نفسك تبني بيت العمر الحلقة دي ليك انت. استنى معايا للآخر علشان تعرف ازاي تحجز بنفسك قطعة أرض بخطوات بسيطة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رجل من أقصى المدينة. النهاردة جاي أقول لكم خبر مهم جدا يخص كل اللي بيدور على أرض يبني عليها بيت العمر. وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أعلنوا عن طرح جديد لقطع أراضي سكنية في 18 مدينة: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، مدينة السادات وغيرهم. والطرح ده معمول من خلال موقع إلكتروني رسمي اسمه مسكن. هتلاقوا الرابط في وصف الفيديو. الموقع ده هو المنصة الرسمية للتقديم على الأراضي أو الوحدات السكنية من غير وسطاء، كله أونلاين وبشفافية تامة، والاختيار بيتم من خلال قرعة علنية. قبل ما ندخل في التفاصيل لازم الأول تعرف إنك قبل ما تدخل القرعة بتدفع جدية حجز ومقدم 25,000 جنيه، وده المبلغ الأساسي اللي بيأكد إنك داخل بجدية. خلونا دلوقتي ندخل على الجزء اللي يهم الناس كلها: أنواع الأراضي وأسعار المقدمات المطلوبة لكل فئة. إسكان متوسط مقدم 25,000 جنيه زائد 1000 جنيه مصاريف تسجيل، وفي حالة عدم الفوز في القرعة بيرجع لك 25,000 جنيه كاملين، لكن ال1000 جنيه لا يسترد. إسكان مميز مقدم 100,000 جنيه، أكثر تميز 300,000 جنيه. المساحات بتبدأ من 150 متر لحد 1000 متر، يعني تقدر تختار المساحة اللي تناسبك حسب احتياجاتك وإمكانياتك. وخد بالك في معلومة مهمة جدا، لو معرفتهاش ممكن تضيع فرصتك في القرعة، هقولك عليها بعد شوية. وبرضه تابع معانا للآخر عشان تعرف ازاي تسترد فلوسك كاملة لو ما فزتش في القرعة. وانضم لجروب القناة، الرابط في الوصف، وأي سؤال ادخل واسأل. المواعيد: بداية الحجز 14/9/2025، آخر ميعاد للتقديم 13/11/2025. المقدم بتدفعه بسهولة من خلال مكاتب البريد أو خدمات فوري أو بنك التعمير والإسكان. وفي حالة عدم الفوز في القرعة الفلوس بترجع لك على نفس المكان اللي دفعت منه بعد حوالي شهر من إعلان نتيجة القرعة. التقديم بالكامل أونلاين من البيت بدون طوابير أو زحمة. الأوراق المطلوبة بسيطة جدا: التقديم بالبطاقة فقط. الأموال مؤمنة تماما، وفي حالة عدم الفوز بتسترد المقدم كامل. القرعة علنية، وده بيضمن شفافية كاملة، وبتبقى مذاعة بس مباشر. وعن تجربة شخصية، السنة اللي فاتت نسبة الفوز كانت حوالي 3%، ودي نقطة مهمة هتكلم عنها بالتفصيل في حلقة جاية. المعلومة اللي وعدتكم بيها: الموقع بيسمح لك تختار طريقة الدفع في حالة الفوز بالقرعة. هتدفع كام من تمن الأرض؟ هتدفع 50% ولا 70% ولا 100%؟ لكن خليك عارف إن أغلب الناس بتختار 100% عشان يكون ليهم أولوية في دخول القرعة. يعني ببساطة لو اخترت 20 أو 30 أو 50 أو حتى 90% مش هيدخلوك القرعة من الأساس، فلازم تبقى واخد بالك من النقطة دي قبل ما تختار. بعد كده هنتكلم مع بعض ازاي تسجل على الموقع خطوة بخطوة، ازاي تختار الأرض اللي تناسبك من الخريطة، ازاي تدفع المقدم وتحجز رسمي أونلاين، وكمان ازاي توفر على نفسك وتعمل كل حاجة بنفسك بدل ما تروح تدفع 500 جنيه لمكتب يعمل لك نفس الخطوات. تابعونا عشان في معلومات وحاجات صغيرة جدا بس هتفرق معاك ومحدش هيقولها لك غير هنا. ولو عندك أي سؤال اكتبه في التعليقات وهرد عليه. قناة خيرات وادي سعاد، من الناس وإلى الناس، رجل من أقصى المدينة. سلام عليكم.